السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين على اليوتيوب. ورجعت لكم بعد غياب طويل. راجعه لكم تاني بقى ان شاء الله. هنعمل مع بعض المخروطة، بس انا طبعا شارياها جاهزة. بس هقول لكم الفرق ما بين الجاهزة وما بين اللي احنا بنعملها في البيت. الفرق طبعا كتير كتير كتير، هقول لكم عليه معايا بالفيديو. وده كان غدانا النهاردة. الفيديو ده فيديو من فيديوهات العيد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا زي ما انتم شايفين كنت سلقة لحمة وعاملة مخروطة وعاملة طبق سلطة، حاجة كده بقى بسيطة على قد الايد. بألف هنا وشفا للي أكل، وبألف هنا وشفا عليكم أحلى متابعين في كل مكان. بشكر كل متابعيني جوه مصر وبره مصر، يا رب يدومكم في حياتي نعم. ندخل الفيديو ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معايا كيس المخروطة ده، أنا شارية الكيس ب 18 جنيه. اسمه البركة. في فرق كتير طبعا ما بين المخروطة اللي بنعملها في البيت وما بين المخروطة اللي احنا بنشتريها جاهزة. دي كده أنا شارياها جاهزة وقلت وجبة سريعة هعملها. فانا هنا كده معايا فاتحه كيس، وهنفتح الكيس التاني. ومعايا هنا حله على البوتاجاز. هقول لكم حاطه فيها ايه. بس صدقوني في فرق كبير ما بين المخروطه الجاهزه وما بين المخروطه اللي احنا بنعملها في البيت. ده حله البواخ حطها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين. اهم حاجه كمان عشان تحافظي على الحله بتاعتك، حط في قلبها طماطمايه وليمونه. طبعا انا قسمه الطماطمايه شقاها يعني، بس مش شقاها اتنين، شقاها وسايباها كده. والليمونه اسمها اتنين. دي بتحافظ على الحله ما تسودش منك، وبتن قلب الحله يكون ابيض. هغطي الحله بقى تاخد بخار تاني، وبعد كده بعد ما اخدت بخار هننزل بقى بكيس المخروطه اللي هنا شارياها. طبعا المخروطه دي بتيجي مجمده. فانا كده حطيتها على النار، على البخار يعني. بفردها زي ما انتم شايفين. وهنرجع بقى نحط الكيس التاني. طبعا الكيس التاني انا كنت حاطاه في طبق، فاتحاه وحاطاه في الطبق. اللي وصل بقى معايا الفيديو لحد هنا، يا ريت محدش ينسى السبسكرايب عشان يوصل لكم منه اشعار بكل جديد. وان شاء الله هكمل معاكم في الفيديوهات الجايه، وان شاء الله مكملين مع بعض. هنا كده نزلت بالكيس التاني. طبعا هي ماسكه في بعضها زي ما انتم شايفين عشان هي لسه مجمده. هغطي عليها واسيبها بقى لمده ربع ساعه، وهرجع لكم تاني بعد ربع ساعه. هنشوف بقى المخروطه بتاعتنا هيكون بقى شكلها ايه. هنا كده سبتها ربع ساعة بالظبط، 15 دقيقة. طبعا لازم تستوي كويس. ما شاء الله هي مفلفلة وجميلة جدا جدا. ولحد دلوقتي انا ما قلتش ايه الفرق ما بين المخروطة اللي احنا بنعملها في البيت وايه الفرق ما بين المخروطة اللي احنا بنشتريها جاهزة. طبعا اللي احنا شارينها جاهزة ما شاء الله هي شكلها جميل وكل حاجة، بس للأسف هي في الطعم مش زي اللي احنا بنعملها في البيت. طبعا اللي احنا شارينها جاهزة اكيد بيكون فيها مضادات حافظة، وفي نفس الوقت كمان بيكون ملفوف عليها نشا كتير عشان طبعا ما تمسكش في بعضها. فعشان كده النشا بيخليها ناشفة، تيجي تاكليها ما بتكونش طرية كده زي المخروطة اللي انت لسه عاملاها عجين ومخرطاها وحطاها في حلة البخار فورا. طبعا في فرق كتير. اكيد بقى اللي جرب اللي شرى المخروطة واللي عمل المخروطة بنفسه اكيد مجرب الطريقة. هنا بقى انا حطيتها في صينية، وبعد ما حطيتها في صينية حطت لها الإدام ده حطيت سمنة. حطيت سمنة نباتي وفلفلتها زي ما انتم شايفين. بعد ما فلفلتها بالسمنة النباتي هنردها في الحلة تاني برضو لمدة 10 دقايق. يعني كل الوقت 25 دقيقة معايا في حلة البخار. 15 دقيقة في الأول، وبعد ما زقتها السمنة وفلفلتها كده في الصينية اللي انتوا شايفينها معايا دي، حطيتها بقى في حالة البخار. وهسيبها برضو لمدة 10 دقايق عشان برضو انا عايزاها تتشرب من السمنة وعايزاها تتبوخ عشان برضو تكون طعمها حلو وتكون جميلة. انا بقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوها معايا. هي في الشكل شكلها جميل جدا جدا، بس في الطعم طبعا مش زي اللي احنا بنعملها في البيت. ان شاء الله برضو هعملها معاكم فيديو في البيت. انا عندي قناة تانية عاملاها على القناة التانية. هنا كده جنب مني كنت سلقة لحمة. طبعا بعد المية ما غليت حطيت اللحمه، حطيت بهاراتي. طبعا البهارات اللي انت حباها. انا حطيت فلفل اسود، حبهان، ورق لورا، والملح طبعا على حسب بقى الكميه اللي بتكون انت بتعمليها بتحطي ملحك. ولو لحمتك كبيره كمان وحاسه انها اللحمه كبيره وهتاخد منك سوا، ممكن تحط لها معلقه خل. معلقه الخل بتسرع التسويه وبتخلي اللحمه تستوي بسرعه، وكمان بتخليها تكون طعمها حلو. طبعا احنا عارفين ان الخل مفيد مش مضر. المعلومة دي مش هتلاقيها على اي قناة الا على قناتي. طبعا انا عاملة برضو الفيديو ده على قناتي التانية اللي هي يومياتي مع حياة ام احمد. دي قناتي التانية.
هنا كده بعد 10 دقايق، طبعا انتوا شايفين البخار ما شاء الله في الحلة كتير زي ما انتوا شايفين. هنا كده المخروطة جهزت للأكل. اللي وصل الفيديو معايا لحد هنا يصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. اللي محطش اللايك بقى يا بنات يا ريت اللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيرفع القناة. وانا بشكر كل متابعيني جوه مصر وبره مصر، يا رب يدومكم في حياتي نعم. طبعا انا بقى هفضي الاكل وهرجع لكم تاني بعد ما افضي الاكل. هنا ما شاء الله اللهم بارك بعد ما فضيت الاكل. معايا هنا كده المخروطه اللي انا شارياها جاهزه مش عاملاها، وزي ما قلت لكم لا عمايلها في البيت بيكون افضل كتير كتير كتير. واللي عايز طريقه يكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم. وطريقتها سهله جدا جدا، وان شاء الله كمان هنزل لكم كل جديد. وكمان لما بتعمليها بتكون موفره احسن من اللي انت بتشتريها من بره، بيكون فيها توفير كتير طبعا. دي المخروطة ما شاء الله هي شكلها جميل جدا جدا، بس في الطعم مش زي اللي احنا بنعملها في البيت. هنا كده طبعا اللحمة بعد ما سلقتها معايا المخلل ده عاملاه برضو على قناتي التانية. انا هنا كده بقى وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. وانا بشكر كل متابعيني جوه مصر وبره مصر، يا رب يدومكم في حياتي نعم. وقبل ما نخرج من الفيديو، مخلل ده طبعا عندي من السنه اللي فاتت، انا بعمله بطريقه حلوه قوي قوي، هتلاقوها على قناتي باسم يومياتي مع حياة ام احمد، لاني بعمله بكذا طريقه وكل طريقه مختلفه عن التانية. يلا بقى اشوفكم في وصفه جديده وفيديو جديد، مع السلامه.